يا مساء الخير. تعرفوا ان في شنط خاصه للبواريك بتقدروا تستخدموها عشان تعتنوا بالباروكه بتاعتكم، ان انتوا تشيلوها محافظين عليها من غير ما تتبهدل معاكم. وكمان حلو فيها ان ليها شماعه يعني ممكن تعلقوها. والحلو كمان في الشنطه دي بيبقى مفيد جدا للسفر، بتقدروا تاخدوا معاكم اكتر من باروكه، سواء كنتوا استخدمتوا شنطه واحده او اكتر من شنطه، ما تاخدش اي مساحه في الشنطه معاكي، وبتحافظي على البواريك بتاعتكم منتهى السهوله. ده اللي هنعرفه النهارده من خلال الفيديو. هشرح لكم الشنطه دي شكلها عامل ازاي، وشكل الشماعه بتاعتها ازاي، وبنقدر ازاي ان احنا نستخدمها. فلو انتوا اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي وحابين تعرفوا اكتر عن بواريك الشعر والعنايه بيها، فانزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو. تعالوا بقى نبدا نشوف ايه هي الشنط الخاصه بالبواريك وشكلها عامل ازاي. عامله زي كيس البدله بالظبط زي ما انتم شايفين اهو. بتبقى دي مساحتها، وبيبقى معاها الهوك بتاعها او الشماعه بتاعتها. دي بتقدري تشيلي فيها الباروكه، بتسافري بيها، بتعلقيها عندك في الدولاب. بتبقى حلوه جدا وبتحافظ على الباروكه وتفضل سليمه. طيب شكل الشماعه بتاعتها عامله ازاي؟ اهي. بيبقى شكلها عامل زي كده. هي الماتيريال بتاعتها حلوه قوي. معرفش هي مصنوعه من ايه، بس متينه قوي. عشان افتح الشماعه دي واقدر ان انا استخدمها، بجيب الشماعه اللي ورا بشدها لورا كده، تروح فاتحه معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهي. بصوا عامله ازاي، حلوه جدا. بجيب الباروكه بتاعتي ايا كان طولها وايا كان شكلها. انا هجربها على الباروكه اللي هي البوي كات او الجرسون اللي هي النبيتي اللي قلت لكم عليها. بصوا شكل الشعريه بتاعتها عامله ازاي، حلوه جدا. اوكي، بتحطوها كده اي باروكه بقى. لو طويله قوي افضل ان انتوا تضفروها من تحت عشان ما تكلكعش هنا برضو وتهيش من تحت. لا، حاولوا ان انتوا تضفروها. لو طويله قوي وحسيتوا ان هي هتبقى مكعبله من تحت، لا ضفروها، او اعملوها بتوك اساتك كده على طولها عشان ما تتنعكش معاكم. لكن القصير هتبقى بالنسبه لك لذيذه جدا. بنحط الباروكه كده زي ما انتم شايفين، بعد كده بحطها كده وبرجع البتاع، فبقت ماسكه معايا كده اهي. ما بيحصلهاش حاجه. ممكن اظبطها اكتر عشان لا القصه مثلا يحصل لها حاجه او بتاع اهو. اوكي كده اهو زي ما انتم شايفين، وحطيتها بدخلها جوه الكيس بتاعها اهو، واطلع راس الشماعه من هنا اهي، وبروح قافلاها بمنتهى السهوله. ممكن اعلقها كده زي ما هي، اروح معلقاها في الدولاب من جوه او في شماعه عندي او اي حاجه. او لو انا مسافره بروح مطبقاها زي ما هي كده، وبروح واخداها معايا في شنطه السفر. بصوا احافظ عليها، ما بتاخدش مساحه. ممكن يكون عندك اكتر من باروكه فتعملي منها الحكايه دي اكتر من اكتر من واحده، وتاخديهم معاكي بمنتهى السهوله. انا حبيت ان اوريها لكم. هي صراحه مش متواجده في مصر، انا بجيبها بالطلب من بره. فاللي محتاجها بيبعت لي رساله على الواتساب او اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله انا بقدر ان انا اوفرها لكم باذن الله. وساعات بتبقى فيه الشماعه بس لو انتم مش عايزين الكيس كله، ساعات بيبقى فيه الشماعه بس لوحدها برضو. فاللي محتاج اي حاجه منهم بتكتبوا لي في الكومنتات تحت ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش ان انتوا تتابعوني عشان تعرفوا اكتر عن بوريك الشعر الحراري على قناه اليوتيوب. وما تنسوش برضو تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام والتليجرام والتيك توك وبنترست. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.